السلام عليكم ورحمة الله. انتوا عارفين ان عثمان بن عفان بيملك حساب بنكي الى يومنا هذا؟ ازاي؟ تعال اقول لك ازاي. بص يا باشا، القصه بدات من بير روما. بير روما ده كان من بدايه الهجره بتاعه المسلمين من مكه للمدينه. لما راح المسلمين المدينه كانوا في احتياج شديد جدا جدا للميه، وكان وقتها ما فيش ابيار خالص غير بير كبير جدا جدا كان بيملكه واحد يهودي. فعرض عليه عثمان بن عفان ان هو يشتري البير كامل طبعا. فاليهودي ده رفض. ليه؟ لان هو كان بيبيع الميه دي بالقطاره زي ما بيقولوا كده للمسلمين. فعرض عليه عثمان ان هو يشتريه، قال له لا مش هبيعه لك. باع له ايه؟ باع له النص. اشترى منه عثمان بن عفان النص. وطبعا اليهودي ظن ان عثمان بن عفان هيبقى في احتياج للنص الثاني فهيزود سعره فهيكسب فيه. قال له لا، انا هشتري نصه بس فقط لا غير زي ما انت قلت. المهم اشترى نصه، والنص الثاني بقى ملك لمين؟ لليهودي. يعني بقى فيه يوم لليهودي وبقى فيه يوم لمين؟ لعثمان بن عفان. المهم يا سيدي، في اليوم بتاع عثمان بن عفان كان بيسيبه لله والميه بتبقى ايه؟ مجاني. واليوم بتاع اليهودي بقى يا باشا كان المسلمين ما حدش بيشتري من اليهودي ده خالص، والبضاعه بتاعت اليهودي زي ما تقول ايه؟ تكدست وبقى ملوش ثلاثه لازمه وما بيكسبش منه. فعرضوا على مين؟ عرضوا بثمن بخس على مين؟ على عثمان بن عفان، واشتراه وقتها ب 20 درهم او 20,000 درهم. تمام؟ واوقفه بقى ايه؟ واوقف البير كله كاملا لله، وبقى بيشرب منه المسلمين ايه؟ مجانا. وبعدها بقى جه واحد من الصحابه يعني يشتريه من عثمان بن عفان فرفض. قال له ليه بقى؟ قال له لان الله سبحانه وتعالى عرض علي اكبر من ذلك بكثير، فعرض عليه الحسنه ب10 امثالها. فطبعا يا باشا من وقتها الميه بقت بتبقى عامله نخيل جنب البير، وبقى النخيل كتير وازداد وبقى 1550 نخله. وطبعا الدوله العثمانيه جت بعد كده واهتمت بالنخيل ده، وبعدها الدوله السعوديه. وبعد ما زاد النخيل وازدادت الدنيا دي كلها عملوا دلوقتي فندق ضخم جنب المسجد النبوي في السعوديه. وبقى طبعا الفلوس اللي تطلع من هنا وتطلع من هنا نصها بيروح للفندق على يتحسب على بيت مال المسلمين، يعني زي ما تقول لو وزاره الزراعه والكلام ده كله، والنص الاخر بيروح لحساب عثمان بن عفان في البنك. وكذلك بقى لعثمان بن عفان حساب في البنك. وشكرا، السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه عشان تسمعوا بقى القصص. السلام عليكم.